قصة مول الطاكسي. أنا هاد الشي اللي وقع ليا كان السبب في الصمت ديالي مدة ديال سنة ونصف. ما كندويش، غير كنتبسم وكندوي بالإشارة، وأنا متبع حصص عند الطبيب نفساني. من بعد وقعت لي هاد الصدمة، وإلا كذبت عليكم فيها ربي يحاسبني. في عمري 38 سنة، شيفور ديال الطاكسي بيض، أب وليد، عندي بنية ووليد. هادشي اللي غادي نعاود لكم وقع لي في العطاوية في طريق دمنات، دابا واحد 5 سنين هادي. غادي بواحد العائلة تلاقيت بها حدا المحطة الطرقية ديال ولاد الزيان. طلبوني ورغبوني نوصل لهم في الوقت اللي أنا راجع في حالي الدار. بانوا لي ناس معقولين ومتقلين، وكانوا مزروبين، والكيران ديك الساعة كاملين دايرين إضراب. راه الناس ولاد درب كبير وعين برجع غادي يعرفوا هادشي، ما علينا. تفاهمت معاهم على الخلاص، هزيتهم شدينا الطريق مع ديك 9:30 ديال الليل. غادي وكندوي مع الاب ديالهم بارك قدامي، والمدام ديالو وبناتو اللور. الطريق كامله وانا كندوي معاهم مقشبين وناشطين. واحد الوقيته وصلنا لواحد الدوار سميتو دوار ولاد صالح. قال لي السيد وقف هنا، الله يخليك، نعطي واحد الامانه للوالد ديالي كيسكن هنا بالزربه، غير واحد ربع ساعه، الله يجازيك بالخير. انا على نيتي قلت ليه خذ راحتك، غير ما تعطلش عليا عافاك. صافي بقيت مع مراتو وبناتو في الطاكسي. زدت شويه في صوت الراديو، بديت كنسمع شويه ديال القران، ومره كنشوف في المرايه، كنشوف شكون اللي جاي ورايا، وكنشوف مراتو وبناتو سقلوا غير بنص عين من بعد ما كانوا محيحين وناشطين. قلت لهم الوالد ديالو عايش مع خوتو هنا او لا، او لا غير بوحدو. ما جاوبونيش. عاودت نقصت من الراديو وسولتهم، ولقيتهم كيشوفوا فيا كاملين واحد الشوفه ماضيه، وانا ندير واحد الضحكه صفراء حيت ما فهمت والو. صافي جبت قرعه الماء بديت كنشرب، وهي تقول لي بنتهم بابا ما غاديش يرجع. غير كذب عليك، تيقوا بيا فاش سمعتها، والطريقة باش قالتها بديك الثقة وهي الصغيرة فيهم. واللي زاد خوفني هو كل شي بقى ساكت. قلت ليها كيفاش علاش، وكان ضحك ديك الضحكة تاني فاش شفت في المراية من اللور كيبان ليا البنت الصغيرة ولات هي الوسطانية، والكبيرة على اليسار، والأم في اليمين، وكتاكل في شي حاجة في واحد الطريقة، بواحد الطريقة مزروبة. صافي تما بديت كنتخربق وخدم ليا راسي. انا مراو من الطاكسي البيست وحاضي والظلام والخلاء والقفار. بديت كندير راسي كنغني بشويه بحال ما مسوقش ليهم حتى يجي باباهم. وما بقيتش قادر نشوف ورايا بكل صراحه. شويه شفت المكانه، لقيت السيد تعطل بزاف. يلا غادي ننزل نشوف واش جاي. كنحس بشي واحد غ... كينغز فيا في ظهري. فاش تلفت وهي تدفل عليا ديك السيدة في وجهي وكتغوت بالجهد: سير عطينا اتساع، اشنو بغيتي عندنا، عجبك الحال دابا؟ وانا ديك الساعة مشى ليا الشوف شي 50 ثانية، وجاتني بحال الدوخة. فاش رجعت للوعي حليت الباب بالجهد باش نجرهم كاملين، نخرجهم ونهرب بحالي. فاش حليت الباب ما لقيت حتى واحد في الطاكسي. اخوتي وربي شاهد على هاد الهضره، وطحت على ركابي وكنبكي. ديما ريت الطاكسي تلفت على الطريق، غير بغيت نهرب ديك الساعه ونبعد، وغادي بواحد السرعه خياليه حتى بانت لي الطريق. شديتها وبقيت غادي واخا ما عرفتش كانت ليا حتى بلاكه. شويه كيبان ليا واحد البراج وانا فرح شويه. عاودت ليهم وسولتهم فين دابا انا، قالوا لي في الجواله. المهم قالوا لي ما تخافش والو، ما تخافش والو. وانا ديك الساعه حاشاكم سروالي بلت فيه بالخلعه وراجع وما كنشوفش في المرايات اللور، ومخدم الراديو على الجهد باش نتلف. وصلت للكازا، دخلت وكنقول الحمد لله. بلاصيت الطاكسي سلمت على العساس، قال لي مالك حوايجك مقطعين؟ انا كاع ما شفتهم ولا حسيت بهم. قلت تار الصباح ونعاود ليك.
قال لي ياك لاباس، هي تجيني البكية تاني، يلا قال لي بركة. وعاود ليا وانا نشوف هذيك العائلة خوتي دايزين من الشارع كيشيروا بيديهم جهتي. حليت عيني لقيت راسي في السبيطار ديال محمد الخامس، ودايرين بيا امي وبا وخويا الكبير من تما وانا مريض ومتبع عند طبيب نفساني. من بعد ما درت الرقية سمحوا لي طولت بزاف، ولكن باش تعرفوا شنو داز عليا، والحمد لله على كل حال. ما تنساوش الاشتراك معي باش يكون ديما معكم الجديد، تفعيل الجرس واللايك والتعليقات. واي قصة او مشكل، لان غنفتح باب المشاكل، اي واحد عنده مشكل او عنده شي حاجة من هذا القبيل ممكن يحكي لي او ممكن يصيفط لي القصة ديالو نشرها له ونشوفوا ردود الفعل. ومرحبا بالجميع.